السلام عليكم مشاهدينا الكرام. الأساتذة يوجهون ضربة موجعة جديدة للحكومة. قبل الخوض في تفاصيل هذا الخبر، لا تنسى وضع زر لايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد أخبار المغرب. أكدت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد أن معركة الشغيلة التعليمية مستمرة ما استمر الهجوم على المدرسة والوظيفة العموميتين، وأن المرحلة الحالية هي مرحلة إعادة رص الصفوف في آفاق الدخول في أشكال نضالية نوعية تتراجع استمرارية المعدل النضالي. وشددت ذات التنسيقية في بيان توصلت أشكين بنظير منه على ضرورة تكثيف الجهود بين مختلف فئات الأساتذة وشحذ الهمم ورص الصفوف وتصويب الفعل النضالي والكف عن المزايدات والإلفاتات حول مطالبهم العادلة والمشروعة وعدم التنازل عنها وتحسين ذواتهم عبر الاستمرار في معركتهم البطولية والقطع مع أسلوب الخلاص الفردي امتثالا لوحدة المصير التي تجمع شغيلة التعليمية ككل. ودعت التنسيقية الأساتذة متعاقدين كل فئات الشغيلة التعليمية إلى خوض أشكال نضالية ميدانية إقليمية أو جهوية دفاعا عن كرامة الأسرة التعليمية وتنديدا بالتوقيفات الغير القانونية التي طالت المضربين والمضربات، وذلك يوم السبت أو الأحد 13 أو 14 يناير 2024.